يا باريس 2024 قصر لاكسمور. ده جزء في البحيرة برضو بعينها أو جزء في القصر. قصر كبير جدا كده ها. هنا كده ده كده باريس 2024 دي سنة الأولمبياد الأوروبية. هناك كده في مكان تقعد فيه بيعمل مزيكا برضو. ده القصر هناك. في هناك نافورات أو نافورة. دي بحيرة في جنينة سياحية أو مكان سياحي أثري، مش أثري، مكان قديم. أيوة أثري. حديقة لاكسمبورغ جنب القصر لاكسمبورغ. القصر ده كبير جدا بس مش عارف هو قصر ايه. هنا بقى بحيرة جميلة فيها أسماك كمان. هنا هي بتلعب بالمراكب الشراعية الصغيرة. جو جميل. وفي هناك كده ورا مكان مريح تقعد تلعب يوجا أو تلعب أي حاجة. فديت بحيرة لاكسمبورغ أو قصر لاكسمبورغ، جنينة لاكسمبورغ بتاع القصر ديت. مكان جميل جدا. دي في رحلة باريس 2024 في سنة الأولمبياد. أولمبياد باريس هتبقى هنا السنة دي، أولمبياد العالمية هتبقى هنا السنة دي، واحنا جينا عشان نزور باريس. السمك بحيرة لاكسمبورغ أو قصر لاكسمبورغ. ده مكان جميل جدا 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 في باريس. بتطلع محطة المترو بس الناس اسمها دلوقتي، وتروح تعدي الشارع على طول، يعني يا دوبك مفيش. في أماكن كبير هناك بقى بيعملوا عرض موسيقية، عرض مزيكا. تبقى عيال جاية تعمل مزيكا. مكان جميل جدا رائع بصراحة يعني. شجر قصر. القصر ده عليه حراسة مشددة والبوليس هناك واقف بالسلاح. مش شايف حد بيدخل أو بيطلع منه، فمش عارف هو بس كده. لكن الجاردن أو الجنينة مكان جميل انك انت تيجي تتنزه فيه لو انت في باريس. لاكسمبورغ اسم القصر.